مساء الخير، اهلا وسهلا بكم بفيديو جديد. انا اليوم متواجد بالمركز الثقافي اللاتيني في دالاس لحضور معرض لاشهر الفنانين اللاتينيين. هذا المعرض يحتوي على لوحات تجمع بين الفن وكرة القدم. خليكم ويانا. لوحات مختلفة. هذا الفنان يجمع بين كرة القدم والفن التشكيلي. Of course, a reaction of the goalkeeper, how to block the ball, you know, and there is many different color in that inside this painting, so it's really good, you know. Very detailed. Yeah. Very من تركز بهاي اللوحة راح توجد تفاصيل كثيرة تتضمن حارس المرمى من يحاول يصد الكرة، التفاصيل الموجودة بوجه الحارس، يعني لازم الواحد يدقق بها كلش يلا يفتهم شنو هي، وحتى الطوبة الموجودة. شوف يعني طريقة رسمها والألوان الموجودة بها، ما أعرف تحسها كلها طاقة. واسم هاي اللوحة اسمها ليلة المباراة. من تشوفها تقول شنو هاي الشخابيط الموجودة، بس من تدقق بها راح تلقى هواية تفاصيل موجودة بهاي اللوحة اللي تتضمن ملعب كرة القدم، الجمهور حاضر بألوان مختلفة، الملعب، أرضية الملعب، الجولين، وحتى إنارة الملعب. وهنا الفنان جمع بهاي الصورة الحضارة المكسيكية القديمة وكرة القدم. شوفوا استخدم الأقنعة والشغلات التراثية المكسيكية وربطها بلاعبين كرة القدم بالمكسيك، حتى ألوان الملابس الخاصة بهم، الدريسات، كأندية وكجماهير وكفرق بالمكسيك. فتعتبر هاي اللوحة هنا هي لوحة مميزة. وهنا بهاي اللوحة لاعبين موجودين مثل ما تشوفون، اللون اللاعب باللون ابيض واحمر والثاني احمر وازرق، دا يتنافسون على الكرة، والحكم وراهم لابس اصفر. I guess that's the thing about art, is you just make it as what you think. الفنان هنا مكتفى برسم اللوحات، حتى على كرة القدم حاول يعطي لمسة فنية. واكيد هاي اللوحه تمثل احتفالات اللاعبين بعد الفوز.
امورهم طيبه فايزين وقاعدين يحتفلون. وهاي اللوحه تظهر حارس المرمى، ما اعرف ليش دا احسه حزين وشايل كوم اهداف. هنا اخذنا السناك مالتنا، طبعا لقينا التذاكر بالوقت الضايع لان متوقع حضور كثير من الناس، يعني هواية ناس حاجزين، فاخر تذكرة حصلناها. Hasta Veracruz, con mucho cariño. هذا الفنان شغوف جدا بكرة القدم، بحيث بالرسمات مالته او اللوحات حاول يبرز او يدمج كرة القدم والفن التشكيلي اللي يقدمه. هاي اللوحة مجموعة لاعبين كرة القدم قبل المباراة يوقفون يلتقطون صورة، وهنا الكرة موجودة. فبس الشيء الغريب اللي لاحظته انه ما لابسين نفس الملابس، اعتقد هي مباراة كرة القدم الشعبية او الهواة. وهنا الفنان حاول يتميز بهاي اللوحة اللي عبارة عن ساحة كرة قدم، وهنا يلعب بتشكيلة 4-3-3. وإذا نشوف كل صورة تمثل دور مركز لاعب كرة القدم، من حارس المرمى وهو ماسك الكرة بإيده إلى المهاجم وهو يحاول إنه يضرب الكرة براسه. وهاي من أجمل اللوحات المميزة تعتبر بهذا المعرض، لأنه تحتوي على مجموعة من أساطير كرة القدم. نبديها من اليسار، البرازيلي بيلا، مارادونا، يوهان كرويف. وهاي اللوحة تمثل المنتخب المكسيكي واحتفالات الجماهير دار مداره. اعتقد فايزين ببطولة او تتويج. حاول يبرز الفنان احتفالات الجماهير المكسيكية ويا منتخبهم. وهنا لقطة ثانية من احتفالات المنتخب المكسيكي ويا جماهير. وهاي اللوحة تعبر عن أجواء المباريات وصخب الجمهور. كمية الطاقة الموجودة بهاي الصورة غير محدودة. هاي الصورة تجمع كرة القدم والموسيقى. هذا التصميم قطعة مميزة من مجموعة ملابس تجمع بين الفن والموضة. I don't know. I think it doesn't matter. The art. You have to take a picture.
وهاي كانت جولتنا بالمعرض الثقافي اللاتيني بدالاس. مثل ما شفتوا اللوحات كانت ميكس بين كرة القدم والفن التشكيلي. إن شاء الله يكون عجبكم الفيديو، وانتظرونا في فيديوهات جديدة. مع السلامة.